الخطة اللي موجودة في مصر ومتمثلة في العسكر هي خطة أكثر شراسة من نظام مبارك. التعذيب بيتم وفقا للشرعية الدولية. الجيش بيعذبنا علشان بيقول إن هو بيحمي الثورة. أنا دخلت يوم 9 مارس قدام المتحف المصري علشان كنت بخطط المحامين أبلغهم إن في أسماء الناس اللي بيتقبض عليهم. عسكري مسكني وأخذ مني التليفون بتاعي حطه في جيبه ودخلني على الكوردون بتاع المتحف المصري. وأول ما دخلت انتهى كل شيء ليه علاقة بالكلام. ده الضرب. انا كان شعري طويل، سحبوني من شعري وطول ما انا بتشد انا بيضربوا كل انواع الضرب. ابتدوا بقى الكهرباء حتت حتت. قديم كان معتقد مع ناس نضاف فوق النظام كمان واصرف ليه ما رجعليش. كان يوم بكلمه في الموبايل ما ردش عليا، كان يوم بكلمه في الموبايل ما ردش عليا. كان مديني رقم صاحبه اللي هو معاهم من واحد من معاهم، اتصلت بيه قال لي يا ماما وليد احنا كلنا كنا واقفين مع بعضينا وعاملين خيمه، جم ناس بلطجيه مع الناس بتوع الجيش دخلوا علينا ما عرفناش نمشي ولا بحسب وليد مشي. وليد ما كانش قلت له لا، قال لي هو في السجن الحربي وقال لي ابن محامي وانا مش قادر اروح ولا اجي وانا عايزه ابني. كنت انا وعمرو عيسى نشوف الخير اللي راحت فين. لقينا واحد بيقول بس حوالي 10 15 واحد ماشيين مع ضابط الجيش معلق نقيب بعيد ومعاهم شرطه عسكريه. هو لسه هقول انا مش هطلع على ايه واحد من ورايا بيسوق من فوق جنينه جنيه على الارض على بعض. بعد لسه ما وصلتش قدام المتحف لقيت اللي قبض عليا قال تعالي الجيش عايزك. ده واحد من الاهالي خدني ووداني لغايه اللواء. طبعا الكهرباء اشتغلت في رجليا، اللي لبست كده كهرباء في رجليا، كهرباء البنت عندها جنبي كهرباء في دراعها وفي رجليها. احنا ساعه ما رحنا السجن الحربي انا والبنات بنت تقلع هدومها كلها وتتفتش وفي كاميرات بره بتصورنا عشان يتعمل لنا ملف دعاره ومحدش عارف ده كله. ومن يا جماعه ابنها اتقبض عليه يوم 9 وهي كانت جايه بابنها ابراهيم من 3 ايام النقابه، وابنها الثاني اتاخد من 3 ايام من التحريش وهو جاي علشان اخوه اللي ممسوك. فهي دلوقتي عندها 2 جوه. قعدت شهر ما اشوفش ابني ولا اعرف حاجه على ابني. جالي تليفون من الوقت الجديد ابنك احمد موجود في الوقت الجديد. رحت الوقت الجديد 10 ساعات عشان اروح لابني. غير دلوقتي مش عارف ابني اتحكم عليه ايه. واحد يقول لي 5 سنين ماليش عارف، واحد يقول لي سنه ماليش عارف. اخش المحكمه العسكريه مش عارف اخد اي بيان على ابني. طب عايز اعرف ابني محبوس بتهمه ايه وممسوك ليه؟ ابني بعت لي جواب قال لي يا بابا وانا جاي من الشغل قابلوني بوابين وبتوع لجان الشباب الساعه 4 بعد العصر في مطرم عبيد. خدوا منه الفلوس اللي معاه. في الاخر عرفت ان ضابط مباحث ساكن في نفس البرج اللي الغفر نازلين قدامه هو اللي سلمه للجيش. انا اشرف كان سليمان عيال رقم الماضي كان سليمان عيال كله 5 موجودين كمان معاه ولا عمل وجمعوا منه مقابلات علشان يروحوا مسيروا ويقولوا في امور في واحده. للاسف ما طلبوش من العربيه بتاعت المترو وجيت عسكري قال لهم هاتوا البطايق طلعوا البطايق كلهم راحوا مسكوا مغربين عليهم واخد منهم الموبايلات وغسلوها وراحوا كده مع المتحف ودول مرتين احكام 3 سنين. فاحنا عايزين ابوس ايديكم اي حد يدور على العيال دي اساسا مهتم بالكنيسه ما ملوش في البلطجه وما ملوش يطلعوا اساسا للمكان. فاي حق خدوني من على الباب لحد الباب المتحف الاحمر اللي جوه الباب الرئيسي ضرب وشتم واهانه وبعدين دخلت جوه لقيت حوالي 100 واحد مترمين فوق بعض. لقيت ناس اللي بيضربوا فيا الضباط والعساكر عارفيني قالوا لي مش انت كنت عامل
نظام في المتحف في الطريه، ورينا دلوقتي مش هتوصل صورونا هناك على ان احنا بلطجيه، حطوا لنا عذاب وركوب، حطوا لنا سلك، حطوا لنا مطاوي اللي احنا كنا بنسلمها لهم في البلطجيه، حطوها لنا احنا، عملوا لنا احنا اللي بلطجيه. واحنا موقفنا من كل المحاكمات العسكريه اللي تمت في الفتره اللي فاتت احنا بنعتبرها هي محاكمات غير عادله وغير منصفه، والمحكوم عليه والمتهمين وكل الناس اللي مثلوا ومات هذه المحاكم هم من حقهم ان هم يتعادوا محاكمتهم مره ثانيه قدام محاكم مدنيه ومحاكم مصادره. احنا لما رحنا يوم النيابه العسكريه على 6 ساعات في النيابه العسكريه افتكر بالظبط بتاع الناس حقق نتيجه، وفي عدد كبير من الناس خدوا براءه. انا متاكد ما كانوش خدوا براءه لولا ان الناس كانوا واقفين قدام النيابه العسكريه، ولولا النيابه العسكريه كانت شايفه ان في حوالي 7 محامين مهتمين بالناس دي.